انتهت المباراة والنتيجة كالعادة تعادل للوداد. هذا التعادل جعل الفريق يبتعد ب6 نقاط كاملة عن المركز الثاني، وبالتالي حلم العودة لدور الأبطال أصبح صعبا للغاية. حتى المركز الثالث في حال أي تعثر قد يضيع نظرا لاقتراب المطاردين. عندما جاء مكوينة لتدريب الوداد كانت هناك طموحات كبيرة وحديث عن مشروع طويل وعن أسلوب لعب حديث وتطوير للأداء. كلف الوداد ميزانيات كبيرة باقتناء معدات كتلك الموجودة لدى الأندية الأوروبية، لكن الواقع للأسف كان مؤلما جدا. تعثر تلو الآخر وأداء باهت وتراخ كبير من اللاعبين، لأنه بطبيعة الحال لا جدية في التدريب وتمر كلها بالضحك والاستهتار. التشكيلة غير مستقرة وكل مباراة يغير فيها لاعبين ويلعب بلاعبين في غير مراكزهم بدعوى أنه يقرأ الخصم قبل المباراة. حتى عندما يغير دائما يقحم 3 و4 لاعبين دفعة واحدة دون نتائج تذكر. مكوينة بكل صراحة مدرب يحتاج إلى مدرب، وما زاد الطين بلة هو الروح المنعدمة في اللاعبين وأخطائهم الفردية وسوء التمرير والتموضع والقرارات الصبيانية كتلك التي قام بها بوطويل مع الجيش أو مبارك في مباراة اليوم. أما الكابيتان حركاس الذي يحمل صفة الدولي فاليوم كان مهاجما خطيرا لأولمبيكاس فيه، وقدم مباراة كبيرة ضد الوداد حيث قدم أسيست لولا فطنة بن عبيد، وكاد يتسبب في طرد الديراني وهو السبب الرئيسي في هدف أسفي. بكل صراحة حركاس الذي علقت عليه آمال كبيرة في خط الدفاع تحول إلى نقطة ضعف واضحة في خط دفاع الوداد. أخطاء في التمركز، تمريرات خاطئة، وعدم تركيز في اللحظات الحاسمة. المهم هذا الموسم قد ضاع، والتركيز الآن يجب أن ينصب على تغيير العارضة الفنية للفريق على رأسها مكوينة، لأن المدرب الذي يعتمد على رأي الجماهير في اختيار التشكيلة ليس مدربا، وكذا ترك مسألة الانتدابات لأهل الاختصاص.